نقطة بقى مهمة لكل رواد الأعمال الصغيرين اللي زي حالاتنا اللي بيبدأوا في البيزنس. احنا ما بنعملش بيزنس علشان ندخل فلوس. احنا بنعمل بيزنس علشان من الآخر كده انت بتبقى تحت رحمة البيزنس لفترة معينة، وبعد كده البيزنس ده هو بيجنريت انكم او بيدخل فلوس لوحده. بس الهدف من البيزنس اللي انت بتعمله ان انت شايف رؤية وعندك مشكلة او عندك حل لمشكلة معينة، وانت عايز توصل الموضوع ده للعالم كله. فموضوع ان انت تمشي ورا البيزنس بتاعك ده اكبر بكتير من فكرة انت حرفيا بتبقى عبد عند البيزنس بتاعك. فما تفتكرش ان انت هتفتح بيزنس هتبقى بكرة غني. ولو انت فاتح بيزنس وبتدخل فلوس كتيرة جدا بس مفيش سيستم للبيزنس بتاعك، فانت حرفيا موظف عند البيزنس بتاعك، وده مسموش بيزنس، ده اسمه كشك. يعني انت عندك كشك صغير او عندك كشك كبير بيدخل فلوس حلوة، اوكي ده جميل، بس it's unscalable، يعني ده مش قابل للتوسع. يعني انت مش هتقدر تتوسع ومش هتقدر تكبر. ولو مشيت او سافرت او رحت في اي حتة، البيزنس بتاعك هيعطل وهيقف لان هو معتمد عليك. طيب، لو انا هدفي ان انا اعمل فلوس، انا ما بدورش على البيزنس كبزنس، انا بدور على هاي انكم سكيل او مهارة عالية الدخل. مثلا زي صلاح ابو المجد مثلا، اكتر الفلوس اللي بتخش له من الاستشارات اللي هو بيديها في الشركات العالمية، مش من الشركات اللي هو عنده. بناء على ده عمل شركة استشارات صغيرة وكبرت معاه والكلام ده كله. لكن انت لو عايز تعمل فلوس فعلا هتعمل فلوس من سكيل او مهارة عالية الدخل. طيب انا لو دلوقتي او تبيع منتج عليه طلب عالي جدا جدا من الناس، وهنا تقدر برضو تحقق دخل عالي جدا كل شهر، ومنتج جديد ومنتج يكون فعلا عليه طلب من الناس، او منتج ترند نازل جديد في السوق او حاجة زي كده. بس لو انت عايز تعمل حاجة هاند ميد ومستني منها ان انت تدخل ملايين منها في اول كام سنة، ده استحالة تحصل. حلو. نقطة كمان عايز اقولها لكل رواد الاعمال، احنا الحرية المالية عمرنا ما هنحققها من البيزنس. يعني ماشي، بس عشان نكون بس متفقين، احنا هنا في مصر بالتقاليد الشرعية بتاعتنا احنا عمرنا ما هنوصل للحرية المالية اللي احنا بنتمناها من البيزنس. ففي سبل وطرق كتير جدا تقدر توصل لها زي ما انا قلت في اول الفيديو، وممكن ابقى اتكلم عنها بعدين، ان انت توصل بيها للحرية المالية، بس ما تلبسش نفسك ابوس ايدك في البيزنس وتقول انا عايز افتح ماي اون بيزنس وفي الاخر هتلبس زينا. احنا لابسين اللبسه اللي احنا لابسينها دي وحابين الموضوع قوي علشان احنا بنعمل حاجه احنا بنحبها. لو دخلت فلوس جميله، لو ما دخلتش في طرق كتيره جدا على جنب نعمل منها فلوس علشان نكبر بيها البيزنس ده. يعني من الاخر البيزنس اللي احنا بنعمله مش الهدف منه ربحي. مش كل بيزنس بيبقى الهدف منه ربحي، في بيزنس تاني بيبقى الهدف منه ربحي 100%، ودي ما فيهاش اي مشكلة. ولكن اصلا البيزنس قايم على ايه؟ قايم على ان انت بتحل مشكلة عند عميل، فبتلبي اكبر عدد ممكن من احتياج العملاء دي كلها للمشكلة بتاعتهم. هنا انت كده نجحت في البيزنس بتاعك، وهنا البيزنس بتاعك بيستمر. لو المشكلة فعلا بتحل عميل واحد، لو الحل بتاعك فعلا بيحل مشكلة عميل واحد، فانت هنا هتقدر توصل لعملاء تانية وتدور على العملاء بتوعك وتشوف المشاكل بتاعتهم وتحل لهم المشاكل بتاعتهم. لو انت قدرت تعمل ده انت نجحت في البيزنس. طيب، لو انت الهدف بتاعك مالي، او الهدف الاصل بتاعك مالي، ابعد عن البيزنس، ابعد عن البيزنس تماما في الاول بالذات، لان انت ما تعرفش اي حاجة فيه وما عندكش اي خلفية فيه. ركز على هاي انكم سكيل، ركز على مهارة عالية الدخل تقدر تدخل منها فلوس، حاجة واحدة بس بتعملها جامد فشخ احسن من كل الناس اللي بيعملوها. حلو. وتخصص فيها كويس جدا، وابدأ قدم الخدمات دي للناس، هتعمل فلوس وهتعمل فلوس حلوة جدا. ويا سلام لو خدمات اونلاين، هتعمل فلوس عالية جدا. هنا انت تكون عملت فلوس، من الفلوس دي ابدأ اعمل بيزنس واصرف. لو انت عايز تعمل بيزنس وشايف ان انت عندك حل المشكلة عند ناس معينة، ابدأ اعمل بيزنس واصرف بالفلوس بتاعتك دي على البيزنس. لان اغلب الناس في الاخر بترسى على حاجة من التلاتة دول، يا اما بتشتغل موظف
علشان يصرف على البيزنس بتاعه، يا اما بيبقى وارث او واخد مثلا فند محترم من حد انفستور كويس علشان يقدر يصرف على البيزنس بتاعه. وغالبا 9 من كل 10 بيفلسوا، بتتبقى واحدة بس، شركة واحدة بس هي اللي بتكمل في التوب، علشان الشركة دي قدرت تحط سيستم واضح تمشي عليه. والسيستم هنا مش معنى ان انت يبقى عندك اكسل ولا عندك برنامج، سيستم شركات في كل حاجة، في الماركتينج، في السيلز، في التسويق، في المبيعات، في كل حاجة، في الاوبريشن، في كل حاجة انت عندك سيستم للشركة. سواء كنت انت موجود او مش موجود، الشركة دي شغالة بيك، من غيرك هتشتغل. فاخر حاجة عايز اقولها، البيزنس مش طريق الحرية المالية. لو عايز توصل للحرية المالية، البيزنس مش طريقك للحرية المالية، بالذات لو انت ما عندكش اي مهارات خالص توصل فيها للحرية المالية.